عارف احساس ان دماغك تفضل شغالة لمدة 24 ساعة في اليوم؟ يعني اليوم كله على بعضه 24 ساعة، انت دماغك بتبقى شغالة لمدة 24 ساعة حرفيا. كل شوية بفكرة جديدة، كل شوية فكرة تطلع في دماغك، موقف يجي في بالك تبتدي ان انت تفكر فيه ملوش اي لازمة اصلا. مع ذلك بتبتدي ان انت تتخيل اسوأ الاحتمالات واسوأ السيناريوهات اللي ممكن تعدي عليك في حياتك بسبب الموقف البسيط اللي انت افتكرته ده التفكير الزايد، وهو ده حديث اليوم. فتعالى يلا نبدأ. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن طيب انا هحكي لك موقف صغير بس علشان خاطر تفهم انا قصدي اوصل لك ايه او انا عايز اوصل معاك لايه. كان ليا صديق، حرفيا الشخص ده كان شاطر جدا 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 في شغله، بس كان مشكلته الكبيرة انه كان دايما بيفكر في حاجات اصلا ما ينفعش ان هو يفكر فيها زيادة عن اللزوم. لا، ده كان بقى بيمسك الحاجة دي ويبتدي ان هو يفكر فيها زيادة عن اللزوم حرفيا. لو عنده اجتماع بكرة يفضل طول الليل نايم على السرير، واظن مش صديقي بس اللي بيحصل معاه الموضوع ده، انا حصل معايا شخصيا ومع معظم الناس اللي هيشوفوا الفيديو ممكن برضو يكون حصل معاه. يفضل يفكر طول الليل وهو نايم على السرير انا هعمل ايه بكره، او ايه اللي ممكن يحصل في الانترفيو بتاع بكره او الاجتماع بتاع بكره، ويفضل يفكر طول الليل. وتقريبا مش صاحبي بس زي ما انا ما قلت، تمام؟ طيب هسوي ايه؟ تقعد تفكر في كل كلمة حرفيا انت هتقولها، وكل فعل وممكن يحصل ايه، والرد فعل بتاعك ايه. يعني انت كمان بتفكر في رد الفعل، لو ده قال لي كذا انا هعمل كذا. بيبتدي ان هو يفكر تفكير زيادة عن اللزوم وبيحشر نفسه اصلا وبيضيع الوقت بتاعه حرفيا، تمام؟ وغير ان هو بقى بيقعد يتخيل حرفيا اسوأ السيناريوهات اللي انت ممكن تتخيلها. التفكير الزايد ده عبارة عن سم حرفيا بطيء بيدمر حياتك بنسبة 90 ل100%، ممكن توصل حرفيا ل100%. يكون السبب في تدمير حياتك التفكير الزايد، تمام؟ يخليك تبطل تركز حرفيا في مذاكرتك، في شغلك وغيره. غير ان حياتك باللي حواليك بتبوظ، صحتك بتتدهور، بتخليك عايش اللي هو انت عايش بس للتفكير لا اكتر ولا اقل، تمام؟ حاشر نفسك في دايرة مقفولة لدرجة ان انت مش عايز تطلع منها بسبب كمية التفكير اللي انت بتفكره. انت ما فيش وقت ان انت تطلع اصلا من الدايرة بتاعتك دي. انت بتخرج تعمل الشغلانة بتاعتك، ترجع تقعد تفكر في مشاكلك، تفكر في حاجات فاتت ليك بالنسبة لك مثلا بقالها سنتين تلاتة أربعة، أي علاقة أنت كنت فيها مش عارف إيه، بتبتدي تقعد تفكر فيها تفكير زايد. ده طب ممكن يحصل كذا، طب كذا. ما بتقدرش إن أنت تسيب كل حاجة على الله، تمام؟ فبالتالي انت حرفيا بتحشر نفسك في منطقة القلق والخوف، بتبقى دايما خايف من اللي حواليك، تمام؟ ازاي بقى احنا ممكن نتخلص من التفكير الزايد؟ اول حاجة لازم نعملها هي اننا ندرك او نعرف ونفهم فعلا اننا بنفكر زيادة عن اللزوم، تمام؟ ما ينفعش ان انا ابقى مغيب، ما ينفعش ان انا ابقى عايش في اللاواعي، انا بس عمال بفكر ودي عبارة عن عادة بالنسبة لي. بدخل على السرير بفكر وانا مش حاسس بيها. لازم فعلا تدرك ده، لازم تعرف ان انت بتفكر زيادة عن اللزوم. ولازم نمسك ونلاحظ الافكار اللي احنا دايما بنفكر فيها، نعرف احنا بنفكر في ايه، ليه بفكر في الموضوع ده اصلا، ونحاول نفهم اللي بيخلينا نفكر فيه. افهم بقى انت عرفت انت بتفكر في ايه ودايما بتفكر فيه، افهم بقى انت بتفكر فيه ليه، تمام؟ تاني حاجة لازم تعيش اللحظة. نركز على الحاجات اللي انت عايشها دلوقتي، ركز على اللي انت بتعمله دلوقتي اللي احنا بنقول عليه الحاضر، تمام؟ ما تخليش دماغك تسوحك زي ما بنقول، او ما تخليش دماغنا تروح في حتة تانية خالص. ممكن مثلا تنزل تتمرن، يعني انا واحد من الناس بحب التمرين لسبب، علشان خاطر بيفصلني بجد، بيفصلني عن العالم، تمام؟ بعد العبادات طبعا اللي انا بعملها لربنا عز وجل، التمرين ثم التمرين ثم التمرين. ليه؟ لان ده حرفيا بيفصلك عن العالم، تمام؟ فتالت حاجة انت ممكن تعملها، اتحكم في افكارك. لازم لما تلاقي مثلا فكرة سلبية حاول ان انت على طول تمسكها وتعمل كنترول وتتحكم وتدخل فكرة ايجابية تشيل الفكرة السلبية اللي في دماغك دي، تمام؟ انا عايزك انت اللي تكون بتتحكم في دماغك، مش دماغك هي اللي سايقاك وهي اللي بتتحكم فيك، انت اللي بتتحكم فيها، انت اللي دايما بتعمل عليها الكنترول، تمام؟ في الاخير خليني اقولك ان التفكير الزايد
مش قدر او مش قدر زي ما بنقول، هو عادة احنا نقدر نغيرها، وان انت ترجع لطبيعتك عادي جدا. ليه؟ لان التفكير الزايد ده عبارة عن عادة زي ما احنا ما قلنا. تمام؟ دماغك دي بتبقى عاملة زي العضلة، كل ما بتمرنها كل ما بتقوى اكتر. حرفيا كل ما بتمرنها كل ما بتقوى اكتر. تمام؟ فليه ليه بتفكر كتير؟ سيبك من التفكير الزايد وعيش اللحظة، عيش الحاضر اللي انت فيه. ما تشغلش بالك باللي جاي، اللي جاي كله خير صدقني والله. تمام؟ وفي الاخير اتوكل على الله. ما تنساش ان انت تبعت الفيديو لزمايلك علشان خاطر برضو يستفادوا. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.